السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القضية ديال اليوم غتاخدنا للجديدة، للضواحي ديال الجديدة في واحد الدوار لواحد العائلة. انا دخلت معكم ديريكت للقضية. القضية ديال اليوم قلت لكم غادي نسافروا للجديدة مع واحد العائلة كتكون 7 ديال الاشخاص، 3 ديال البنات وجوج ولاد والاب والام. الام كانت ربات بيت والاب كان خدام غير في الموقف، يعني الخدمه ديالو النهار بالنهار الا ما خدمش ما يجيبش الطرف الخبز. اما بالنسبه للبنات 3 مجوجين خارج الدوار ديال الجديده، يعني كل وحده في مدينه، يعني ما معايشيش معاهم في نفس الدوار. والولاد واحد الولد العربي عنده 24 عام، وفؤاد اللي صغير عليه عنده 22 عام. ولكن الأحدث لهذه القضية كاملة غادي تدور على العربي اللي عنده 24 عام. فهاد الولد هذا ملي بدا كيكبر شوية وصل 24 عام، الخدمة في الدوار ما كايناش شي فلاحة، ما كايناش الخدمة، يعني بصفة عامة ما كاينش الخدمة، وعائلته على قاد الحال. فهنا اقترح لباه أنه يمشي للدار البيضاء يخدم، وفي نفس الوقت يبقى يصرف عليهم، يعني يعاونهم في المصروف على الزمان. بعض وراه في راسو قال له واخا ولدي دابا تبارك الله راه عندك 24 عام، مشي شوف طفد الخبز في شي قنت، ربما ربي الحبيب ييسر لك الامور. فهنا ملي سمعوا خاه الصغير قال له انا نمشي معك. قال له لا، ما يمكنش نخرجوا كاملين، ما كاين لا خوتنا في الدوار، لا با وماما يبقاو بوحديتهم، لا بقى معاهم تشوفهم تسخر لهم تعمل عينك عليهم، وانا غنمشي نشوف شنو غادي نخدم. فهو كان كيبريك ولي بعض المرات في البني، كان كيفهم شويه في البني هاد العربي. فمشى لمدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء نتوما كاملين عارفينها تبارك الله، مدينه كبيره تلف فيها. فهنا بقى كيفتش مع بزاف ديال الولاد ديال ديك المنطقه هذيك ديال الدوار، كانوا بيدهم خدامين تما. مشى عندهم عاونوه حتى دبر الخدمه في واحد مع واحد الطاشرون في البني، بقى خدام. وما شاء الله مره كيدوز عند عائلته، ولا كيصيفط له مع شي واحد كيكون ماشي للدوار شهرين 3 شهور، كيمشي يطلع على العائله ديالو ويدي يتسخر ويدي السخره في يده. المهم كان الولد عينو في ناسو، يعني ولد دارهم، يعني ما كيعمل لا هيدا لا هيدا. حتى دازت 3 سنين على هذا الحل هذا، وصل العربي ل 27 عام. حتى واحد الوقت تقطعت خبارو، 3 شهور دازت حتى واحد ما بقى عارف فين هو. كيعيطوا له ما كيردش الوالدين ديالو، الولاد اللي كيجيو للدوار كيسقسيوه عليه كيقولوا ما شافوهش. فحرفت لهم عياو ما كيسقسي وعياو ديك الولاد اللي خدامين في كازا غير اللي كيجي كيمشيو لعندو مساك الله يسمحنا من الوالدين. حتى انهم قرروا يمشيو لكازا. في الاول كانوا ممتنعين لان ما غادي يبداو البحث عليه، راه كازا مدينه كبيره وما مساكن ما كيعرفوا حتى لا بلايص لا حتى شي حاجه. فهنايا اضطروا انهم يشبروا الكار ويهودوا مدينه كازا الدار البيضاء، ويمشيو يسقسيو فين ما كيشوفوا شي عماره كتبنى كيمشيو يوريو التصويره ديال ولدهم، فين ما كيشوفوا شي مثلا هيدا شي ناس الزنقه كيسقسيو كيوريو التصويره. فعياو يومين 3 ايام ما كاين حتى شي خبر. فهنايا ملي كانوا راجعين دازوا للدارك وقاموا بلاغ على اختفاء ولدهم لفائدة العائلة. مشى ماما وباباه مشاو للدرك الملكي، بداو التصويره ديالهم. هاد الولد ديالكم فين ساكن؟ في كازا، ما عارفين شي. في كيخدم؟ ما عارفين شي، حيت هو عمره ما وداهم من كازا ولا وراهم في كيخدم. كيجي هو عندهم صافي، ما تخاه ما عمره هودنا عندهم من كازا. فتما قالوا لهم هما بعد عياو كيبحثوا في المشافي في قالوا لهم حنايا قمنا بجميع المحاولات. الاصدقاء اللي ديال الدوار، العمارات اللي كاينين هنايا سقسينا فيهم اللي كيتبناو، المشافي، يعني حتى شي حاجه ما كاينش الخبر عليه. جاو ما قالوا لهم صافي خليونا التصويره ديالو، واذا عندنا شي خبر احنا غنتصلوا بكم. داكشي اللي كاين. اول حاجه عملوا في اداره الحوادث
في الدائرة ديال حول الكازا كاملة. واش كاين مثلا يكون عمل شي حاجة، شي ضارب ولا كاين شبار يعني محبوس، يعني ولد ما كاينش الخبر عليه، ما كاين حتى شي حاجة. فهنايا مشات ايام وجات ايام، واللي كيجي كل مره شنو كيقول لهم، ها اللي شفناه في اكادير، ها اللي كيقولوا له شفناه في طنجة غادي يحرق، ها اللي كيقول لهم شفناه في مراكش رجع زعما حماق، واللي كيقول له شي حاجه مساكن يشبروا الكار ويمشي ويسقسي وما كيجيو، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي خبر. حتى دار الاختفاء ديالو تقريبا عام وزياده. عاد واحد الولد متدور، حتى هو كان خدام مع الطاشرون، وهذاك الطاشرون كان عجبو، داه معاه للسعوديه، مشى كيخدم في السعوديه وجا. ملي جا مدور تلاقى بخاه فؤاد وقال له شنو هادشي اللي سمعت بان العربي اختفى. قال له اكثر من عام دابا وخاي مختفي، ما خلينا فين سقسينا، ما خلينا شنو عملنا، المدينه اللي كيقولوا لنا كنمشيو نسقسيو فيها ما كاينش خبر عليه، كذلك حتى البوليس ما جابروش الخبر عليه. قال له انا عندي واحد الخبر ما عرفتش واش يفيدكم ولا لا. قال له شنو هو؟ قال له قبل ما نسافر للسعوديه تلاقيته صدفه في مدينه الدار في كازا، تلاقيته تقهوينا مع بعضياتنا شويش. قال له يلا تمشي معايا للبيت فين انا ساكن، منا لا كنتي دايز من هنا ولا شي حاجه تجي عندي وتعرفني فين ساكن وهذه. ومشيت معاه. ملي مشيت معاه جبرت واحد الولد كذلك شارك معاه البيت، وتغدينا مع بعضياتنا. ومن بعد قالوا بانهم ماشي مسافرين، غادي يحضروا العرس من شي واحد من عائله ديك السيد اللي كاري معاه. وصافي هادشي اللي كاين. نتمنى هاد المعلومات تكون تفيدكم بعدا، وتعرفوا البيت فين كاين وتمشيو تسقسوا في ديك الجهه هذيك. ديك فؤاد مشى كيطر عند الوالدين ديالو، قال له ها شنو قال صاحبو ديال خاي تلاقاه، شنو داكشي اللي كاين. مشاو عند داك الولد اسمه سعيد، مشاو عند سعيد. قال له واش تمشي، قالوا له واش تمشي معانا لدارك تقول المعلومه ديالهم. قال لهم الله يا ودي نمشي، علاش ما نمشيش. كان موافق مسكين يمشي يقدم المعلومه اللي عنده، داكشي اللي كاين. مشاو لكازا، مشى داهم ديك البيت. قالوا له واش عاقل؟ قال لهم انا عاقل على البيت وعاقل كذلك حتى على صاحبه. وراهم البيت، دقوا، خرج عندهم مول الدار. السلام عليكم. عليكم السلام. البوليس، حنايا البوليس جينا نسقسيو على واحد الولد اسمه العربي. شكون العربي؟ شحال المده باش ساكن؟ حيت بزاف ديال الولاد كيسكنوا عندي، اللي كيعمل شهرين، اللي كيعمل 4 شهور، اللي كيعمل عام، اللي كيطولوا، راه كنعقل عليهم. مي هذا ما عقلتش عليه. ورا واحد التصويره. ملي ولا واحد التصويره قال لهم هذا راه سكن معايا مده ماشي طويله، ولكن اختفى فجاه لدرجه انني عيت كنستناه يرجع، ما رجعش. حوايجو عملتهم في واحد الصاك، طلعتهم واحد البيت في السطح. وشكون اللي كان كاري معاه؟ بقى كيفكر. قال لهم ما عرفتش شكون، بقيت عاقل. قالوا له واحد السيد كان اسمه عبد اللطيف. بصراحه ما عقلتش. عيا كيفكر قال لهم في الاخر ما عقلتش. قال له واخا سيدي مشي جبنا هذاك الصاك اللي كاين في البيت، نشوفوه. هبطوا لهم، بقاو كيفتشوا جبروا تصاور ديال العربي، ديال الطفوله ديالو، ديال ملي كبر شويه مع صحابو. بداو كيوريوها تصاور. واش هذا؟ وهذاك سعيد معاهم، صاحبو ديال العربي راه كاين معاهم. واش هذا؟ قال لهم لا هذا اللي كان ساكن معاه اسمه عبد اللطيف. وملي وراوه لسعيد قال لهم هذا هو السيد اللي كنت لقيته مع العربي. داكشي اللي كاين. قالوا له خصك تجيبنا، حيت من الشروط ديالك راه خصك يعطيوك النسخه ديال لاكارت ناسيونال. قال لهم انا عندي واحد الميكا عامره ديال لاكارت ناسيونال نسخ، نهبط لكم فتشوا فيها. داكشي اللي كاين. مشى جاب لهم ديك البلاستيكه اللي عندهم عامرين بالنسخ ديال الناس اللي كيكريو عنده. بقاو كيفتشوا طاحوا بالسكنه ديال هذا السيد هذا عبد اللطيف. مش سافروا حتى للدوار ديالو. دقوا، خرجوا عنده الوالدين. بغينا عبد اللطيف. لا، عبد اللطيف ما ساكنش معنا، ولكن هو مستقر في الدار البيضاء، تزوج وساكن في الدار البيضاء. والوالدين ديالو تخلعوا. ياك لاباس؟ لا ما كاين والو، غير بغينا نسقسيو على شي حاجه. دابا ممكن تديونا للدار ديالو في الدار البيضاء؟ ركبوا معاهم، وقفوا حتى للباب، دقوا، خرج عندهم عبد اللطيف. السلام عليكم. عليكم السلام. جينا كنسقسيو على واحد السيد كان ساكن معاك اسمه العربي.
بصراحه ما بقيتش عاقله على هذا العربي. شكون العربي؟ العربي احنا نوريوك التصويره ربما ترجع الذاكره. وراو هاد التصويره. العربي كنا ساكنين مع بعضياتنا وكنا في نفس الوقت خدامين مع بعضنا. اها. وشنو فوقاش كنتو تلاقيتو؟ سيدي والله من ديك العهد هذاك ما تعاودنا تلاقينا، حيت هو بقى خدام في نفس مع الطاشرون، وانا كنت بدلت الخدمه ديالي، كنت ما جبرت محسن وبدلت السكنه. يعني ما عندي على حتى شي فكره، ما عرفش زعما بالضبط فين كاين. اها. ولكن ماشي كنتي تينا في واحد الوقت عرضتي عليه للدار ديالكم، كان عندكم شي مناسبه؟ الله يا ودي، وطلعتو، حنا كنا اصدقاء. طلعتو معايا، كان عندنا واحد المناسبه في الدار وطلعتو يحضر معايا. من ديك الوقت عودنا كل واحد شبار طريقو، ما عودناش انا كنت بدلت نمره التليفون، كانت تسرق لي التليفون بدلت. يعني ما بقيناش كونتاكت مع بعضياتنا. لحسن الحظ ان كانت الام والاب ديالو باقين في المركز ديال الشرطه، فتما مشاو كيسقسيو الوالدين ديالو العبد اللطيف واش كان جاب معاه شي صديق المناسبه، شي مناسبه في الدار ديالكم. مناسبه؟ انا اخر مناسبه كانت عندنا تقريبا واحد 4 سنين، والعبد اللطيف عمره ما جاب معاه شي صاحبه ولا شي واحد كيخدم معاه من في الدار البيضاء. لا لا، ما كنظنش، يمكن تغلط لكم ماشي حنايا. ايوا، ها اول كذبه بانت. يعني الانسان اللي غادي يكذب اكيد غادي يكون موراه شي حاجه. فتما رجعون عند عبد اللطيف، قالوا له بان خصك تدينا من عند هاد الطاشرون اللي كنتو خدامين عنده بجوج. داكشي اللي كاين. مشاو عند هاد الطاشرون، سقساوهم على العربي، سقساوه على العربي. العربي كنعرفو. الله يا ودي، هذاك الولد كان ترونكيل، الخدمه ديالو مزيانه، ما كيتعطلش، مواظب على الخدمه تبارك الله، ما كيغش ما والو، كيعمل حاجه كيعملها متقونه. العكس ديال عبد اللطيف. العبد اللطيف دائما المشاكل، دائما ما كيتقنش شي حاجه. المهم دائما هو وياه كنت كنقول كيفاش انهم مصاحبين، يعني واحد كيشرق وواحد كيغرب، ولدرجه ان كان كينوض بيناتهم حتى الصداع في الموطع ديال الخدمه، كان نوض بالضرب حتى كيفرقوهم الاصدقاء ديالهم. ملي بحثت وسقسيت وعرفت شنو هادشي، زعما شنو هو المشكل اللي كيخليهم يدابزوا، فعرفت ان كاين الفلوس. العربي دائما نخلص الكر على عبد اللطيف، يصرف، كيسلف له ما كيردش، دائما كيجرجر فيه. عاوتاني كتهدى الامور بيناتهم، كيرجعوا. هادشي اللي كاين. حتى جا واحد الوقت اختفوا بجوجبيهم، ما عرفتي، قلت يمكن بدلوا الخدمه، جبروا شي حاجه احسن. ما عاودتي سولت، قلت يمكن جبروا محسن، الله يسر لهم الامور. فهنا يرجعون عند عبد اللطيف، تاكدوا 100% ان سبب الاختفاء ديال العربي عبد اللطيف. حيت هو اخر واحد شافه. دائما كانوا كيدابزوا يعني، وعاد كيكذب. فهنايا زيروا الصمته مزيان معاه. الصدمه الكبرى والكارثه الكبرى انكم غادي تسمعوها معايا دابا. جا واحد الوقت ملي بدا عبد اللطيف كيعاود للشرطه، كيقول لهم بان بدا كيضربني حدا صحابي، ما بقيتش كنرضى. دائما كيهني، وانا كانت فيا البليه، هو ما كانش ينبلي. انا فلوسي كانوا كيمشيو غير في الخوه الخاوي، هو وفلوسه، فكنت كنعتمد على في الكرا في الماكله، وكنقول له كنسلف من عنده ملي كنزير، وكنقول له غنرد لك، ما كنردش، كنقول زعما ملي غنتخلص كنمشي نبليه ديالي. حتى كان درجه انه وصل كيبدا يضربني كيعايرني. فهنايا بقيت كنفكر شنو غادي نعمل. فطاحت عليا هذه الفكره انه يمشي يحضر معايا مناسبه كاينه في الدار ديالنا. داكشي اللي كاين. مشى معايا للدوار، وقفت في واحد الكوري كان عندنا قديم. فقلت له هنايا بقى كتستناني، انا غنمشي للدار ديالنا وغادي نقول لهم بان ماجي صاحبي ويعملوا على حسابك، وديك الساعه نرجع نمورك. قال له واخا. هو بمجرد انه اخر عطاه الظهر، وهو كيهز العتله. ما عرفتش شنو يقولوا لا الفاس المهم هو عامل بحال الفاس العتله. ما عرفتش شنو كيقولوا لا المهم العتله. نتمنى تكونوا عرفتوها. عطاه هنا انا نقفاه يعني الخلف الراس ديالو. بديك دقه واحده جاب له التمام، يعني طاح قدامه الامانه امانته. غطاه بالتبن، مشى للدار ديالهم، سلم عليهم، جلس معاهم، كلا معاهم بحال اللي ما عامل والو، بحال اللي ما نقصو حتى شي خير. الراجل بحال اللي ما قاتلش الروح. في الليل ملي طاح الليل، حفر، مشى،
خرج حفر واحد القبر حدا ديك الكوري، دفنو، جلس مع عائلته يومين ولا 3 ايام، رجع عندك البيت، عطى المفتاح المدار، قال له انا جبرت خدمه في مدينه اخرى، دابا هسه راه ديالك مي العربي باقي ساكن دابا يجي. داكشي اللي كاين. داو لعبد اللطيف من ديك البلاصه اللي قال له مدفن العربي، بالفعل جبروا الجثه بقى تما في الارض مي متحلله، يعني الجثه كانت عليها اكثر من عام. فمثل الجريمه، حكموا عليه بالمؤبد. شنو السبب؟ فلوس. ويا ريت كون كانت غير شي فلوس، زعما شي فلوس الملايين، وغي يعني هنايا الانسان كيخليك تفقد الثقه في كل شيء، في الصديق، في القارب، في اي حاجه. ما كاينش الثقه. الولد خرج على انه غادي يخدم على دارهم، ترجع لهم جثه هامده. نتمنى تكون هاد القضيه خديتوا منه عبره ونستكم. وشكرا لكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.